سفرية مينا كانت مهمة جدا بالنسبة لي، واستفدت منها كتير. أول حاجة استفدتها في الرحلة دي إن أنا أثبتت للناس إن أنا مش راجل بيسافر الصين يتفسح، أو إن أنا راجل هاوي. لا، أنا راجل عندي بطاقة استيرادية، وعندي مكتب، وعندي عملاء، وبسافر أجيب شغل وأرجع، يعني مش حد بلعب يعني. تاني حاجة، أنا كنت فاكر إن مينا راجل متدلع، إن أبوه راجل مساعده، له فلوس ومديله محل وهو يعني إيه، كل حاجة جات له على الجاهز. فلما سافرت مع الصين اكتشفت الجانب الآخر اللي الناس ما تعرفوش. الناس شايفاه خواجة وعربية ومحلات وبتاع، لكن هو بيشتغل كتير جدا، لدرجة ان هو كان يعني بيرهقني جدا في الشغل. نروح مصنع اقول له خلاص كده، يقول لي لا ده لسه. فبعدين نروح مصنع تاني، فبعدين يضحك عليا يقول لي لا وديني مصنع تالت. فاكتشفت ان مينا كان بيشتغل، وبيشتغل كويس جدا. يعني في جانب من حياته مرهق جدا، الناس ما تعرفش عنه حاجة. الحاجة التالتة اني ادركت ان ربنا بيجازي على السعي. مسلم، مسيحي، يهودي، ما عندكش دين، انت بتشتغل ربنا بيكرمك. اما الحساب ده عند ربنا في النهاية يعني. الحاجة الرابعة، اني لما اشتغلت وشقيت وشفت الشقة والتعب والحياة كيف صعبة انك يعني تتربح على الاموال، بقيت اتمنى التوفيق لكل الناس، اي حد باي ديانة يشتغل الله يسهل له يعني. ودي حاجة ما كانتش فيا يعني. سلمت شغل مينا وبدأت أحس إن الصالون بتاعنا أو اللي هو المكتب بتاعي حاجة ليها أهمية، مش مكتب وخلاص. لدرجة إني فكرت أعلق في البلكونة يافطة شركة السعيد للاستيراد والتصدير يعني. بقيت أعمل إعلانات ممولة، بدأت زباين كتير الحمد لله تجيلي. مش زباين يعني، ناس كتير تستفسر عن الاستيراد من الصين. بدأت أجيب عينات من الصين وأعرضها للناس في مصر. جبت عينات لب وعرضتها على الناس في اسيوط. محدش رضي يشتري مني خالص، مع اني يعني كنت جايبها من مصدر المصدر، لكن محدش عبرني ولا رضي يشتري مني. بدأت برضو افكر ان انا اعمل لنفسي ثقل تجاري، ان انا ايه، اجيب منتجات محلية، اي حاجة ابيعها يعني، حاجة تمشي. بدأت برضو افكر في حاجة تجيب لي دخل ثابت، حاجة تخليني يعني احس بالاستقرار شوية. مش موضوع الاستيراد اللي هو بيبقى مثلا ايه، كل فترة فين وفين على ما يجي عميل. يعني بدأت افكر مثلا في خدمة، في منتج، حاجة زي كده. في الفترة دي كنت بستخدم الواتساب بشكل دوري وسريع خالص، كنت بستخدمه كتير. وبرضو كنت ساعات بكون موجود في المكتب وعايز اجيب حاجات من بره. عايز حد يطبع لي شوية ورق، حد يعمل لي خدمة لفترة مؤقتة، وما كانش في حد بيساعدني في الموضوع ده. فجت في دماغي فكرة واتس فاتورة. واتس فاتورة هي عبارة عن خدمة عبر الواتساب. في الفترة دي كان عندي وقت كبير، ان انا طول اليوم قاعد في المكتب وقدامي الكمبيوتر ومعايا الموبايل وبستخدمه، فعايز افكر في حاجة استغل بيها الوقت ده. فجت في دماغي فكرة واتس فاتورة. واتس فاتورة خدمة بتتقدم من خلال الواتساب، بيقدم لك اي حاجة. عايز تحجز تذكرة، تذكرة قطر، تذكرة طيران، عايز تجيب حاجة من صيدلية، حاجة من سوبر ماركت، حاجة من الخضروات، يا عايز تجيب حاجة من أي مكان، أنا بوصلها لك لغاية البيت. بس كل اللي عليك إن أنت تبعت لي رسالة على الواتساب. رحت عامل صفحة على النت والواتساب بتاعي، وبدأت أقدم الخدمة بتاعت واتس فاتورة. كانت الناس تبعت لي عايزين خضار، اروح اشتري الخضار. كان عندي موتوسيكل بتاع ابويا الله يرحمه، اروح اشتري الخضار واوصله واخد 10 جنيه. كانت 10 جنيه بتجيلي من الولا حاجة، انا ما بعملش حاجة، والوقت عندي متاح، فعادي يعني كنت بقدم الخدمة عادي. وبرضه كنت بجرب السوق اشوف الدنيا تمشي ازاي. اشتغلت على الفكرة دي شوية وبعدين اتشغلت. نفس الفترة دي انا بعد ما اتخرجت كنت عامل حاجة اسمها ايزي فيكس. كنت بفهم في الكمبيوتر، وكان عندي محل كمبيوتر. كنت بصلح كمبيوترات يعني، الناس تتصل بيا اروح بالاسطوانات بتاعتي والمفكات والعده، اروح اصلح الكمبيوترات للناس. كنت ضايف الخدمه دهية تبع واتس فاتوره. فمره اخويا اتصل بيا، يا احمد انت الحاجه بتاعتك العده بتاعت الكمبيوتر معاك؟ قلت له اه. قال لي ده التاجر الفلاني عايز، عنده الكمبيوتر بتاع الشغل فيه مشكله، فعايزين حد يصلحه. قلت اوبا، ده فرصه، تعالى لي بقى. ده هو تاجر كبير
وانا نفسي اشتغل معاه يعني. خدت العده بتاعتي ورحت رايح اصلح الكمبيوتر. رحت وصلحته، وبعد ما خلصت فنزلت قابلته: ازيك يا حاج، ازيك يا فلان. قال لي حسابك كام يا احمد؟ قلت له حسابي 30 جنيه. اداني ال 30 جنيه. مشيت خطوتين ورحت رجعت له: انا عايز اكلمه في موضوع الاستيراد، انا شاغلني جدا وبصراحه مكسوف. رحت رجعت له قلت له: يا حاج، انا سافرت الصين 3 مرات وعندي بطاقه استيراديه واشتغلت وجبت شغل المينا، ما تجربني يعني، مش هتخسر حاجه. لأ انا بابا المجال، مش اي حد يشتغل معايا، وانت لسه عيل بشخه. قال لي نصا كده والله، فلسه بدري عليك. قلت له خلاص تمام ومشيت. احرجني احراج يعني غريب، اتمنيت الارض وقتها تنشق وتبلعني يعني. لكن في الحقيقة انا ما ندمتش ان انا كلمته، انا عملت اللي عليا وخلاص. في الفترة دي زادت معرفتي بتامر،